طبعا جاني سؤال من أعز المتابعين: ازاي اقدر متى اجف الارض بتاعتي واصومها؟ علشان جربت احصد بدأ معايا القمح ينشف. هو ده عادي، ده طبيعي. انت لازم تبدأ تصوم قبل مثلا ما تزرع، قبل مثلا ما تحصد، وانا اقول لك على الميعاد اللي انت لازم تصوم الارض بتاعتك فيه. طبعا اول هام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم ادهم من قناة عالم الزراعة. طبعا ما تنسوش تشتركوا لنا في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس عشان غيرك يستفيد. وانا طبعا حبيت ارد على الراجل المحترم ده. طبعا يا صديقي، انت عندك مثلا على حسب انت مزارع الارض بتاعتك. طبعا بيبدأ الزرع من اول شهر 12، ده كله تبدأ انت تشتغل تسميد لحد اخر 4. طبعا في اول 4 بيبدأ الناس كلها تحصد، تحصد. طبعا ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا النهاردة عن القمح. هرد على الراجل المحترم ده. طبعا يا صديقي، عشان تصوم الارض او تجف الارض قبل ما تحصد، طبعا قبل ما تحصد ب10 ايام. طبعا انت بتكون حاسب للارض بتاعتك زرعها بقالها قد ايه، وجربت تحصد ولا لا. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي طبعا على ده محمد. القمح بتاعي. طبعا لو انتم ملاحظين هنا في شوية هنا نشف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طب ده نشف ليه الخط ده؟ طبعا يا صديقي، ده نشف علشان ده خلاص، ده الحبة بتاعته نشفت. الحبة بتاعته ايه؟ نشفت واتملت خلاص، واللي هنا برضه هيبدأ ينشف معاه. طيب أبدأ أجف الأرض متى؟ قبل ما تحصد ب10 أيام. قبل ما تحصد ب10 أيام يا صديقي تبدأ إنك ايه؟ تجف الأرض من المية خالص، ما تديهاش مية أساسا. ما تديهاش ايه؟ مية أساسا. ليه ما تديهاش مية؟ علشان تبدأ الحبة دي معاك تنشف، وتبدأ انت تحصد وانت مطمن، وما تفركش معاك القمح، ما يفركش معاك في الارض، الحبة ما يطيحش في الارض. وان شاء الله لو عندك اي استفسار قول لي في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله. طبعا زي ما رديت عليك يا صديقي وقلت لك قبل ما تحصد ب10 ايام تبدأ تجف الارض بتاعتك، ومتى تبدأ تزرع، وكل حاجة طبعا هتلاقيها عندي على القناة. ولو عندك اي استفسار ما تنساش تقول لي في الكومنتات، وتشترك لنا في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.